في ناس بتفضل تايهة، تايهة بمعنى تايهة، عايزة كل حاجة في نفس الوقت ومش محددة هي عايزة إيه قبل إيه. الناس دي بتفضل طول حياتها بتجري وبتتعب وفي الآخر مش بتحقق حاجة. فعايز وفي ناس تانية بتبقى مش عايزة حاجة في أي حاجة أصلًا، فبرضه بتفضل تعبانة طول عمرها ومش بتحقق حاجة. طيب إحنا المفروض نعمل إيه؟ المفروض نرتّب أولوياتنا، المفروض أنا أبقى عارف أنا عاوز إيه، الحاجة دي كبيرة فبابدأ أقسّمها لأهداف أقل أو حاجات صغيّرة، فكل ما باحقق حاجة أو حاجة من الصغيّرين دول هتوصّلني في الآخر للحاجة الكبيرة. طيب خلّصت الحاجة دي أبدأ أتنقل وأدوّر على الحاجة اللي بعدها، لكن فكرة إن أنا أبقى عايز كل حاجة في نفس الوقت ده مش صحيح. فكرة إن أنا ما يبقاش عندي target أو هدف معيّن أنا باسعى ليه ده مش صحيح. المفروض إن أنا دايمًا يكون عندي واضح أنا عاوز إيه، أعمله إمتى، إزاي، يكون واضح معايا. طول ما أنت مش واضح معاك ده مش هتحقق حاجة في حياتك. أنت عاوز إيه، أنتِ عاوزة إيه، وبناءً عليه تبتدي تتحركي. كمان ما تشغلش بالك باللي حواليك، ده عمل إيه ودي عملت إيه، كل حد فينا احتياجاته مختلفة عن التاني، وبالتالي أفضل حل إن أنا أركّز أنا عايز إيه، أنا عايز إيه، هاعمله إزاي، هاعمله إمتى، والمفروض أوصل لده إمتى. أبدأ أحط الplan بتاعتي أو أبدأ أحط أولوياتي عشان أوصل لده. طيب أنا مش عارف عاوز إيه، دي مشكلة تانية خالص، أنت لازم تبقى عارف عاوز إيه، المفروض تبدأ تدوّر جواك إيه اللي أنت محتاجه، وإيه اللي أنت المفروض تحققه عشان أبدأ أحدد احتياجاتي، وأبدأ أحدد إزاي هاقدر أوصل ليها وأعملها. ضروري جدًا كلنا نكون عارفين إحنا عاوزين إيه، إمتى، إزاي نقدر نوصل له. كمان ما نشغلش بالنا باللي حوالينا ونضيّع وقت كبير، يا إما بنسعى في حاجات كتير إحنا مش مركزين فيها على الهدف الحقيقي اللي إحنا عايزينه، أو إن إحنا نكون بنقضّي عمرنا وإحنا مش عارفين أصلًا إحنا عايزين إيه من الدنيا دي. ربنا ادّانا الدنيا والآخرة، اعمل لآخرتك بس كمان عيش دنيتك، خُد حظّك منها على قد ما تقدر. وكل ما بتيجي يعني كل ما بتتعب كل ما بييجي وقت وفعلًا بترتاح. الناس اللي ما بتتعبش في أول حياتها بتفضل تعبانة طول عمرها. الناس اللي بتتعب في بداية حياتها الأمور بتعدّي عليها صعبة وبتعدّي بخذلان وأوقات كتير جدًا بتبقى صعبة عليها، لكن بييجي وقت وربنا بيجازيك وبترتاح. طبعًا الدنيا زي ما إحنا قُلت لكم يعني خدوا حظكم من الدنيا، وفي نفس الوقت نكون بنراعي آخرتنا. يعني ما أجيش على حد عشان أنا أعلى منه فأنا أأذيه في شغله، أو أأذي موظفين عشان أنا مجرد إن أنا مديرتهم فأذيهم. عشان أنا مثلًا أفضل من جارتي في حاجة فأنا أبدأ أتباهى قدّامها وأبدأ مثلًا أحسسها بده. لأ، المفروض إحنا نكون حريصين إن إحنا نتعامل بكل محبة وبكل عدل ورحمة. رحمة، رحمة. وبأكد على نقطة الرحمة، ارحموا اللي حواليكم، حسّوا بيهم عشان ربنا يحس بيكم. كمان شجّعوا الناس اللي بتبقى عايزة تعمل حاجة ومش قادرة، لو تقدر تساعدوها ساعدوها. حققوا اللي تقدروا تحققوه في الدنيا واسعدوا بيها وما تضروش غيركم عشان تحافظوا على آخرتكم. باتمنى لينا كلنا يا رب التوفيق، وفعلًا الكمال لله وحده، وما فيش كمال ولا مثالية، ما فيش حد مثالي 100% ولا هو كامل الأوصاف. كامل الأوصاف هو الله سبحانه وتعالى. في الآخر ما ندوّرش على الكمال والمثالية، بس عيش دنيتك خُد الحلو منها، واعمل لآخرتك عشان برضه تاخد أحلى ما فيها.